السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتفض الجمهور الوهراني والجزائري في الساعات القليلة الماضية ضد الكاتبة إنعام بيوض صاحبة رواية الهوارية، وضد وزارة الثقافة التي منحتها جائزة أسيا جبار للرواية، والتي تمنح سنويا لثلاث أفضل روايات جزائرية مكتوبة باللغة العربية والفرنسية. رواية هوارية، والتي هي عبارة عن كلمات ممنوعة في الشوارع والساحات العمومية، والدولة كانت قد أصدرت قوانين لمن يستعملها بالسجن والغرامة المالية، هي موضوعة في رواية متوجة وطنيا بجائزة كبيرة وتباع بكل أريحية. الهوارية بحسب ساكنة وهران هي أم وهرانية شريفة حياؤها تاج على مر العصور، ساوم عليه لصوص الشرف ولم يستطيعوا انتزاعه. الهوارية هي أخت اتبعت أوامر ربها فرضي عنها وأرضاها.